اليوم ارتفع سعر الدجاج الحي إلى 5.5. رقم قياسي ما صار له فترة هذا السعر. طبعا اكو اسباب لارتفاع الاسعار. اول سبب واهم سبب، احنا عندنا مناسبة حاليا دينية، هو شهر رمضان الكريم، فالاسعار تعلق. وصلت، تعرفون احنا العراقيين نحب نستغل المناسبات الدينية، صعدت الاسعار. اي مناسبة دينية صعد بها الاسعار. السبب الثاني عرض وطلب. العرض حاليا يعني اقل من الطلب، لان يعني شهر رمضان وماكو سيطرة. السبب الثالث، ماكو سيطرة على الاسعار، ماكو سيطرة بالسوق على الاسعار، فتتحكم به التجار. طبعا الصفاط ما له علاقة، هذا اللي يبيع الدجاج ما له علاقة بالاسعار، ولا ابو الحق له علاقة بالاسعار. المكاتب اللي هي تشتري وتبيع تتحكم بالاسعار، ومثل ما قلت العرض والطلب هو اللي يحكم بسعر الدجاج. طبعا هسه اغلب الحقول، اغلب المربين راح يذبون دجاج لحم، عبالهم راح يعني يلحقون بهاي الاسعار الصاعدة مال الدجاج. تعالوا لورا 40 يوم وشوفوا الاسعار.